مساء الخير عليكم. انا المفتش كرومبو. النهارده حصلت حاجه غريبه قوي. اتصل بيا صديقي الباشمهندس محمد بلتاجي وكان بيقول: الو، ازيك يا كرومبو؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. بقول لك يا كرومبو، انا عندي مشكله كبيره جدا وعاوزك تحلها لي. ارجوك تجيلي ضروري يا كرومبو. انا مستنيك. اوكي، يلا سلام عليكم. انا جاي لك على طول يا باشمهندس. شوف يا كرومبو، انا كنت عامل حفله عندي فيها معازيم كتير، وانت عارف ان انا بقالي فتره عامل رجيم قاسي عشان وزني ينزل شويه. قعدت سبت المعازيم شويه وخرجت على السفره اكل طبق جريك سلطه. وانا باكل طبق الجريك سلطه جالي تليفون مهم. قمت عشان ارد على التليفون. لما رجعت لقيت الطبق فاضي، مش عارف الجريك سلطه راحت فين. من فضلك يا كرومبو، ارجوك حاول تعرف لي مين اللي كان الجريك سلطه بتاعتي. انا بصيت للمعازيم وشكيت في ثلاثة. الاولاني الباشمهندس لميع ابو هيبة بتاع الكدب خيبة، والتاني السيد زين الدين اللي بيتهتف في السين، والتالت بقى المعلم عبد الفتاح اللي كان قاعد مرتاح. ولما سألت الباشمهندس لميع ابو هيبة بتاع الكدب خيبة قال: جريك ايه بقى وفريك ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ شوف يا كرومبو، الصراحة الكدب خيبة. انا معرفش اي حاجة عن الجريك ديت، ولا اكلتها ولا شفتها، ثم انها كانت مملحة وانا بعيد عنك عند الضغط وما اقدرش اكلها. الكدب خيبة الصراحة. ولما سألت السيد زين الدين اللي بيتهتف في السين قال: صناد. صناد ايه يا باشا؟ انا ماليش في الحاجات دي خالص، ثم هو زميلي وعيان وربنا يشفيه بحق جاه النبي يا رب. شوف يا ابني، هو كان وزنه 160 كيلو. 160 كيلو وقال ايه عاوز يخس؟ اقوم انا اكل اكله؟ ده كلام يا باشا. خلاص خلاص. اما المعلم عبد الفتاح اللي كان قاعد مرتاح لما سألته قال: جريك سلطة؟ انا بتاع براميل القشطة النايحة صفايح الزبدة السايحة، انما جريك سلطة واكل الكتاكيت ده ما حبوش، ماليش فيه، ماكلوش يا حواش حوش. شوف بقى يا سيادة القبطان، انت تروح تدور عن اللي كان الجريك سلطة دي وامريكا الا الله. انا عرفت مين اللي كان الجريك سلطة. يا ترى انتوا كمان عرفتوا؟ لو عرفتوا الحل اتصلوا بيا وبلغوني مين من الثلاثة. واحد الدكتور لميع ابو هيبة بتاع الكدب خيبة، اتنين السيد زين الدين اللي بيتهتف في السين، ثلاثة المعلم عبد الفتاح اللي كان قاعد مرتاح.